وسهلا بحضراتكم. تطعيم فايزر بايونتك. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، اول كلمة مكتوبة approved for emergency use in UK في المملكة المتحدة او انجلترا او بريطانيا. تم الموافقة على استخدامه فعليا، وهو خلص المرحلة التانية والتالتة. طيب عايزين نعرف بقى تفاصيله. يوم 9 نوفمبر شركة فايزر والشركة الألمانية بايونتك قدموا preliminary data بتاعة التطعيم بتاعهم، وكان بنسبة كفاءة 90%. طبعا هم سبقوا مودرنا في الموضوع ده. طبعا الأول دخلوا المرحلة الأولى، بعد كده المرحلة التانية بيستخدموا mRNA زي المودرنا. طبعا التطعيم بيفرز حاجتين، بيخلي الجسم يفرز antibodies أجسام مناعية وتي سيلز، خلايا تائية أو خلايا ذاكرة. الأعراض الجانبية قليلة جدا، تعب، سخونية، إرهاق، صداع، كلام زي كده. بدأوا من 27 جولاي ابتدوا المرحلة الثالثة على 30,000 متطوع في دول مختلفة، ودي حاجة مهمة، مش في دولة واحدة ورئيس واحد وجنس واحد. في أمريكا، أرجنتين، برازيل، وألمانيا بياخدوا جرعة وبعد كده بياخدوا جرعة تانية. طبعا هما زودوا العدد شوية من 30,000 متطوع إلى 43,000، ودي حاجة إيجابية جدا. طبعا كل ما العدد بيزيد بيبان لو في أعراض جانبية، لو في مشاكل. قدموا أوراقهم وكانوا متوقعين النتائج إن هي كويسة. بالنسبة لل 140 حالة أو 146 حالة، طلع نسبة النجاح بتاعتهم أعلى من 90%، حوالي عن 95%. في ناس أكتر من 65 سنة عمرهم كبير وأخدوه، كان نسبة نجاح 94%، وما كانش فيه أي أعراض جانبية خطيرة. يوم 2 ديسمبر انجلترا استخدمته وأعلنت إن هي تبتدي تستخدمه بالفعل، وتم توزيع جرعات دلوقتي، وهتستخدم يوم الثلاثاء القادم في هذا الأسبوع. في بقى بعض التفاصيل السياسية في التوزيع على الدول، لكن هو ده المجمل العام بتاع التطعيم. هو تطعيم كويس جدا، نتائجه كويسة، وهيستخدم بالفعل في انجلترا، وهننتظر